تخيل معايا إننا دلوقتي في مسرح شعبي من مسارح ضواحي فيينا سنة 1791، وبعد دقايق قليلة الستارة هتفتح على عرض الأوبرا جديدة بيقدمها موتسارت. طبعا انت في قمة حماسك دلوقتي لما عرفت ان موتسارت هو صاحب الأوبرا اللي هتتفرج عليها دلوقتي. كده تبقى انت اكيد شفت حلقة موتسارت وحلقة دون جوفاني، بس خليني اقولك وفر حماسك ده شوية عشان هتحتاجه بعدين. اصل الأوبرا دي بالذات غير اي أوبرا كتبها موتسارت قبل كده، أوبرا الناي السحري. بيبدأ العرض وبينقلنا لعالم من السحر والخيال، عالم بيشدك وبيخطفك من أول لآخر دقيقة. وفي لحظة فارقة في الأحداث بتظهر شخصية كوين اوف ذا نايت، ملكة الليل اللي بتسمعنا لحن أسطوري مليان غضب وقوة. صوت ملكة الليل بيبدأ قوي ومخيف، وبتوصل صرخاتها لأعلى نوتة ممكن تسمعها في حياتك. ثانية واحدة، هو احنا سمعنا اللحن ده فين قبل كده؟ صح، على السوشيال ميديا. تعالى نرجع للحاضر كده ونفتح تيك توك او نسكرول شوية في ريلز انستجرام، وهتلاقي ان اللحن ده واللي اسمه در هيل راخه او انتقام الجحيم بقى ترند على السوشيال ميديا، وبيظهر في فيديوهات كوميدية او فيديوهات رعب او تحديات غريبة. بس ازاي لحن زي ده عمره اكتر من 200 سنة بقوته درامية وعمقه بيظهر فجأة على اشهر منصات السوشيال ميديا ويتحول لترند عالمي؟ وازاي الناس بتستخدمه في فيديوهات بتضحك او بتخوف وهم ما يعرفوش قصة اللحن الحقيقية؟ في ربيع سنة 1791 وقبل ما يموت بكم شهر، بدأ الموسيقار الألماني العبقري فولفغانج أماديوس موتسارت بتأليف أوبرا الناي السحري. وتعاون موتسارت في كتابة النص أو الليبريتو مع إيمانويل شيكانيدر اللي كان ممثل وكاتب ومدير مسرح، وكمان كان صديق شخصي لموتسارت. والعرض ده تحديداً كان مكتوب من الأول عشان يتعرض على مسرح شعبي من مسارح ضواحي فيينا. لو اتفرجنا على الأوبرا أو قرينا نصها أو حتى عرفنا القصة باختصار، هنلاحظ إن موتسارت وشيكانيدر اعتمدوا على فكرة بتخلط ما بين الحقيقة والخيال، وكانوا قاصدين بشكل واضح إن الناي السحري تضم مجموعة كبيرة من الرموز والتفاصيل والفلسفة العميقة اللي بتناقش الصراعات ما بين الخير والشر، وما بين النور والظلام، وما بين المعرفة والجهل. عشان كده أوبرا الناي السحري لحد دلوقتي مثيرة للجدل جدا على مستوى تفسير رموزها. وعلى مدار أكتر من 200 سنة طلعت نظريات كتير بتحاول تفسر المقصود ببعض الشخصيات وبحقيقة الصراع اللي بتتكلم عنه الأوبرا. بس خلينا الأول نعرف الأوبرا دي بتحكي عن إيه، وبعد كده نناقش النظريات اللي بتحاول تفسرها براحتنا. بتبدأ حكاية أوبرا الناي السحري بأمير شاب اسمه تامينو بيجري من تعبان ضخم في الغابة لحد ما تنقذه واحدة من خادمات ملكة الليل. بعدها بتظهر له ملكة الليل بنفسها وبتطلب منه ينقذ بنتها بامينا اللي خطفها عدوها اللدود زراسترو. تامينو بيصدقها وبيوعدها انه يرجع لها بنتها. وبعد ما بيلاقي ناي سحري بياخد صاحبه صياد الطيور البسيط باباجينو واللي كان معاه أجراس سحرية، وبيبدأوا رحلتهم عشان ينقذوا بامينا. وفي الرحلة دي بتحصل المفاجأة، بيكتشف تامينو في رحلته إن زراسترو مش شرير زي ما ملكة الليل قالت، بالعكس هو رمز للحكمة والنور، وإن ملكة الليل هي اللي بتمثل الجانب المظلم والشرير اللي بيظهر على حقيقته في النص التاني من الأوبرا. وفي الآخر وبعد ما يمر تامينو وبامينا باختبارات صعبة بيعرفوا إن الحب الحقيقي محتاج لشجاعة وعقل وقلب نظيف عشان في النهاية الشمس تطلع مرة تانية والنور ينتصر على الظلام. لما تبص على قصة أوبرا الناي السحري بصة سريعة كده ممكن تقول إنها مجرد قصة خيالية مسلية، بس بعد قراية تانية ومن غير حتى ما تحتاج تتفرج على العرض بالكامل هتعرف إن موتسارت كان قاصد حاجات أعقد من مجرد قصة خيالية تقليدية. وهو ده اللي خلى نظريات كتير تحاول تفسر معاني الأوبرا دي زي ما قلنا من شوية.
على حسب بعض المصادر في نظريات وتحليلات كتير بتشير إن موزارت والكاتب المسرحي اللي شاركوا في كتابة النص إيمانويل شيكانيدر كانوا بيستخدموا شخصيات الأوبرا كرموز لأشخاص حقيقيين وأفكار سياسية أو فكرية في زمنهم. فمثلا في نظرية بتقول إن ملكة الليل بتمثل أفكار الجهل والاستبداد أو القوى القديمة المحافظة زي الملكية أو الكنيسة المتشددة اللي كانت بتعارض التنوير والعقلانية. وده خلى محللين كتير يقتنعوا إن موزارت كان يقصد الإمبراطورة ماريا تيريزا اللي كانت معارضة كبيرة للماسونية، واللي في مصادر بتقول إن موزارت وشيكانيدر كانوا بينتموا ليها وشايفين فيها صورة واضحة للتنوير. وعلى العكس بقى شخصية زاراسترو كان بتمثل العقل والتنوير اللي كان موزارت مؤمن بيه ومنفتح على أفكاره. عشان كده هتلاحظ إن الشخصية دي كانت متهمة بإنها بتمثل قوى الشر من ملكة الليل، بس الأحداث بتثبت عكس كده، وده إسقاط واضح على المواجهة الحقيقية ما بين التنوير والأنظمة الملكية في الفترة دي. بتكمل النظريات دي وبتقول إن تامينو كان بيمثل المواطن الأوروبي المثقف اللي بيدور على الحقيقة في عصر التنوير، أما صاحبه باباجينو فهو الإنسان البسيط اللي بيمثل التوازن ما بين المعرفة وما بين الاحتياجات الإنسانية الفطرية. بالإضافة لرمزية شخصيات أوبرا الناي السحري، فالأوبرا كمان كانت مليانة برموز من الحضارة المصرية القديمة، والسبب برضو كان تأثر موزارت وشيكانيدر بأفكار الماسونية اللي بدورها كانت متأثرة برموز وطقوس من الحضارة المصرية القديمة. يعني مثلا شخصية زاراسترو اللي هو كبير الكهنة حواليه طقوس وشعارات شبه جدا اللي كانت موجودة في المعابد المصرية، الشمس والنور والحكمة، والكهف اللي بينزل فيه تامينو عشان يمر بالاختبارات شبه بوابة العالم السفلي في الأساطير المصرية القديمة زي رحلة روح أوزوريس. وبمناسبة أوزوريس فالأوبرا فيها آريا اسمها أوزيس und أوزيريس، وفيها بيصلي زاراسترو لإيزيس وأوزوريس وبيطلب منهم يمنحوا الحكمة والقوة لتامينو وبامينا عشان ينجحوا في اختبارات النور. غير النظريات الجد قوي دي في كمان نظرية تانية دمها خفيف شوية بتقول إن موزارت وهو بيكتب شخصية ملكة الليل كان بيقصد حماته اللي ما كانتش موافقة على جوازه من بنتها كونستانسا. بس في جميع الأحوال كل دي مجرد نظريات ومفيش أي دليل قاطع بيثبت إن موزارت كان قاصد شخصيات معينة بالذات لما ألف الناي السحري. زي ما عرفت من أول الحلقة فآريا دير هيل راخه أو انتقام الجحيم واحدة من أعظم الآريات اللي لحنها موزارت وأصعبها كمان، وده لأسباب كتير منهم معناها. فالجزء ده من الأوبرا بيكشف عن الطبيعة الحقيقية لملكة الليل اللي بتبدأ الآريا بجملة انتقام الجحيم يغلي في قلبي. أما على مستوى الموسيقى والأداء فنقدر نقول إنها تجسيد موسيقي كامل للغضب والجنون والرغبة في الانتقام اللي جوه ملكة الليل. فأول ما اللحن بيبدأ بتحس بصوت الفيولينا اللي بيدي إحساس بالاضطراب والتوتر، وبعدها صوت ملكة الليل بيبدأ قوي وعالي مليان شراسة وعصبية. واللي بيميز المقطوعة دي إنها مليانة كولوراتورا جنونية، واللي ما يعرفش فالكولوراتورا عبارة عن نغمات سريعة جدا ومعقدة بتتنقل فيها المغنية بين طبقات صوتية عالية ومنخفضة بسرعة مبهرة كأنها زخارف صوتية بتظهر قوة الصوت ومرونته. وفي المقطوعة دي بتوصل المغنية لدرجة F6 أو كونترفا، ودي من أعلى النوتات اللي ممكن صوت بشري يوصلها في الأوبرا. موزارت كتب المقطوعة دي عشان يكشف قوة وعنف ملكة الليل وإزاي غضبها ممكن يدمر أي حاجة، وعشان كده كل نوتة وكل قفزة في اللحن بتعبر عن حالة الجنون والرغبة في التدمير. على فكرة أنا ليا تجربة شخصية مع الآريا دي تحديداً في مشروع مزار المصري اللي شاركت فيه، وكان جزء مهم من مسيرتي، وده هنبقى نتكلم عنه في حلقة تانية. بعد أكتر من 200 سنة مقطوعة دير هيل راخه طلعت من عالم الأوبرا ووصلت للملايين على منصات زي تيك توك ويوتيوب وإنستجرام. وفجأة المزيكا اللي كانت بتتعزف في قاعات أوبرا فخمة بقت خلفية الفيديوهات مضحكة أو لقطات سريعة بتعبر عن غضب أو إحباط يومي أو حتى جزء من تحديات السوشيال ميديا. وبصراحة الموضوع ده فيه تناقض مثير للاهتمام. إزاي لحن أوبرا كلاسيكي كتبه موزارت في سياق درامي عميق بيتم استخدامه في محتوى خفيف أو كوميدي أو سريع؟ هل ده بيقلل من قيمته الفنية؟ ولا ده بيورينا إن الأوبرا بفنها العظيم ممكن توصل لجمهور أوسع وأجيال جديدة ما كانتش هتسمعها في الظروف العادية؟ في النهاية حتى لو الناس بتستخدمها في سياق مختلف
المزيكا نفسها بتفضل قوية ومؤثرة، وده بيثبت قوة موتسارت اللي بتتجاوز كل العصور والثقافات. فاللحن ده بيقدر يخلي أي حد يحس بالغضب أو الدراما حتى لو مش فاهم القصة الأصلية، وهو ده أكبر دليل على إن الفن العظيم ملوش حدود وممكن يكسر كل الحواجز ويوصل لكل مكان. ومنها الشاشة اللي بتتفرج منها على حلقات أوبرا ريميكس اللي لسه هيجيلك بحواديت تانية كتير. ولحد ميعاد الحدوتة الجديدة بفكرك ترجع تشوف الحلقات اللي فاتت وتشترك على القناة عشان تشوف الحلقات الجاية.